Unit 2 Period 5 الوحدة الثانية الدرس الخامس Page 16 الصفحة 16 Activity 1 Read and think Complete the sentences with correct words هو اقرأ وفكر وبعد ذلك اللي هو أكمل الجمل بالكلمات الصحيحة. سنقرأ عزيزي الطالب الجمل. عندي 6 جمل. اقرأ الجمل نمبر 1 بين عندي فراغ بين قوسين اللي هي tell عمر about بلال. نمبر 2 رانيا سبيس أو فراغ وعندي بين قوسين كلمة lend فاطمة a book. نمبر 3 فاطمة وعندي سبيس وبين قوسين اللي هي كلمة share a quiz with رانيا and Amy. نمبر 4 عمر سبيس بين قوسين invite بلال to play basketball. نمبر 5 رانيا سبيس عندي بين قوسين argue with فاطمة about her book. نمبر 6 بن وعندي سبيس وبين قوسين كلمة cry when بلال said go away. خلينا اللي هو هكذا اللي هو خلصنا الجزء الأول هي قراءة الجمل قرأناها ثم بعد ذلك نفكر. بدنا نفكر في هذه الجملة بن سبيس tell بمعنى اللي هي يقول tell يقول لعمر عن بلال يعني بن يقول لعمر عن بلال هكذا تكون الجملة صحيحة ولا بن قال لعمر عن بلال. بن قال لعمر اللي هو الحدث اللي هي عملية القول اللي هي تمت بدأت وانتهت. هو عندي بن قال لعمر عن بلال اللي هو وخلص اللي هو هذا الشيء اللي هو الحكي. إذن سنقول اللي هو told وسنصحح الفعل الموجود. سنذكر الفعل في زمن الماضي البسيط. نجيب التصريف الثاني لا الفعل till ونكتبه هنا. التصريف الثاني من till هو told. إذن سأكتب told اللي هي T-O-L-D. أصبحت الجملة بن told عمر about بلال. خلينا نشوف الجملة الثانية. رانيا سبيس lend فاطمة a book. رانيا lend اللي هي يقرض فاطمة الكتاب. رانيا يقرض فاطمة الكتاب ولا رانيا أقرضت اللي هي الفعل الماضي. رانيا أقرضت والفعل الماضي من lend هو lent نفس الكلمة اللي هي lend واللي هو بنشطب الدي وتصبح تي lent. رانيا lent فاطمة a book أقرضت وخلصت اللي هو حدث اللي هو بدأ وانتهى. نمبر 3 فاطمة share a quiz with رانيا and Amy. فاطمة يشارك الاختبار هو مع رانيا وإيمي ولا شاركت هو إذن شاركت. إذن سنضع اللي هي shared الماضي من share هي shared بس فقط بدي أضيف إلى الكلمة اللي هي دي الفعل الذي ينتهي بإي فقط الماضي منه أضيف له الحرف دي ويصبح اللي هو التصريف الثاني. فاطمة shared a quiz with رانيا and Amy. Number 4 عمر invite بلال to play basketball. عمر يدعو بلال ليلعب الباسكتبول ولا دعاه خلص. دعاه اللي هو دعاه اللي هو حدث بدأ وانتهى. إذن سأكتب اللي هي invited وأضيف مثل كلمة share اللي هو فعل اللي هو ينتهي بإيدي فقط الماضي منه أضيف فقط الدي فتصبح اللي هو invited أضيف الدي. عمر دعا بلال ليلعب كرة السلة. Number 5 رانيا argue with فاطمة about her book. رانيا يتجادل مع فاطمة عن الكتاب ولا تجادلت وخلصت. تجادلت وخلصت حدث الجدال بدأ وانتهى. إذن سأضع الفعل في زمن الماضي أو التصريف الثاني. أجيب التصريف الثاني لا argue يتجادل أجيب لها التصريف الثاني وهي argued أضيف لها الدي فقط. أضيف الدي.
argued أضيف لها الدي. رانيا argued with فاطمة about her book. Number 6 Ben cry when Bilal said go away. عندي Ben cry بن يبكي عندما بلال قال له go away ولا بكى وخلص. إذا سأضع الفعل cry اللي هو يبكي أضعه في زمن الماضي البسيط أو أجيب التصريف الثاني له اللي هو cried بدي أشطب الواي وأضيف لها IED cried. بن بكى عندما بلال قال له ارحل عني. عزيزي الطالب هذه هي الإجابة النموذجية لأسئلة هذا التمرين. عندي told, lent, shared, invited, argued, cried. زي ما احنا شايفين الأفعال عندي اللي بنضيف لها دي، الأفعال اللي بنضيف لها دي هذه أفعال منتظمة بنسميها زي اللي هي shared, invited, argued, cried. اللي بنضيف لها دي أو ED أو IED بنسميها أفعال منتظمة اللي هي regular verbs. أما الأفعال التي يحدث تغير على الفعل الأول الأصلي إلها اللي هو مثل told و lend بتصبح lent اللي هي هذه الأفعال بنسميها irregular verbs أفعال غير منتظمة. Activity 2 Think and match the correct questions and answers. فكر وصل السؤال اللي هو السؤال الصحيح مع إجابته الصحيحة المناسبة له. خلينا نشوف في عندي مجموعة من الأسئلة. عندي 4 أسئلة على هذا الجانب وعندي هنا على هذا الجانب عندي أيضا اللي هو 4 اللي هو أجوبة لهذه 4 إجابات لهذه الأسئلة اللي هو إجابة لكل سؤال. سأكمل اللي هي الفراغ اللي هو سأكمل سأكمل الجواب بما يناسبه بالفعل الذي يناسبه وثم بعد ذلك وصل السؤال بإجابته. خلينا نشوف السؤال الأول اللي هو number 1 What did Rania do؟ ماذا فعلت رانيا؟ ماذا فعلت رانيا؟ did عندي عزيز الطالب اللي هي في السؤال تجعل الفعل اللي هو ترجمة السؤال في زمن الماضي البسيط. فنقول ماذا فعلت رانيا ولا نقول ماذا تفعل رانيا. ماذا فعلت رانيا؟ ماذا فعلت رانيا؟ رانيا she lent فاطمة her book. إذن سأضع الفعل عندي هنا اللي هي رانيا lent فاطمة her book. رانيا أقرضت فاطمة كتابها. سأضع عندي هنا سأكتب اللي هي lent اللي هي LENT واللي هي إذن إجابة السؤال هي C. سأوصل اللي هي 1 مع C. Number 2 Who did فاطمة go with؟ Who أداة سؤال بمعنى من فاطمة ذهبت. did جعلت اللي هي معنى go أصبح اللي هو ليس يذهب وإنما ذهبت اللي هو اللي هي ليس تذهب وإنما ذهبت اللي هو من فاطمة ذهبت مع من ذهبت فاطمة. أصبح معنى السؤال تركيبه مع بعض اللي هو مع من ذهبت فاطمة. مع من ذهبت فاطمة؟ ذهبت فاطمة مع اللي هي Amy and رانيا. Amy and رانيا. إذن Amy and رانيا went with her. من ذهب مع فاطمة بنقول اللي هو Amy and رانيا وسنضع اللي هي الفعل في زمن الماضي البسيط. Amy and رانيا went with her. الماضي من go هو went. Amy and رانيا went with her. إذن سنصل اللي هي to with D. سنصل اللي هو
to with D. لماذا نضع عزيزي الطالب اللي هي الفعل الموجود عندي هنا في زمن اللي هو في التصريف الثاني للفعل في زمن الماضي؟ لأن السؤال هو في زمن الماضي، فعند الإجابة سأضع الفعل في زمن الماضي البسيط، سأضع التصريف الثاني للفعل. السؤال اللي هي 3 What did Umar do؟ ماذا فعل عمر؟ نقول ماذا فعل عمر؟ عمر invited بلال to play basketball. عمر invited، إذا سأكتب في الفراغ invited، هي التصريف الثاني من invite أضيف لها دي فقط invited. عمر invited بلال to play basketball. إذا سأصل اللي هي 3 with B. Number 4 Why was Ben sad؟ لماذا كان بن حزين؟ لماذا كان بن حزين؟ لماذا كان بن حزين؟ لأن بلال said to him go away. بلال said، عندي الماضي من say اللي هي said، اللي هي نشطب الواي ونضيف لها ID. بلال ستصبح بلال said to him go away. بلال قال له go away. إذا سأصل 4 with A. سنصل 4 with A. هذا هو الحل الصحيح، هذا هو الحل النموذجي ل activity 2. الآن ننتقل إلى activity 3 work in pairs اللي هو بدنا نشتغل مع بعض اللي هو 2-2 اللي هو أنا وزميلي. ask and answer questions about problems. بدي about a problem، بدي أسأل وأجيب عن مشكلة. بدي أتخيل إنه أنا وزميلي اللي هو جالسين في عندي مشكلة. بدي أتخيل عزيزي الطالب أني أنا وزميلي نمثل هذا الدور وعندي مشكلة. اللي هو المشكلة هذه اللي هو شبيهة بالمشكلة التي تعلمناها في الدرس. تخيل معي عزيزي الطالب هذا صديقي أحمد وأنا هنا اسمي ألي. أحمد اللي هي أحمد اللي هو سألني why are you sad؟ what happened؟ وجدني حزين. سألني why are you sad؟ what happened؟ لماذا أنت حزين؟ قلت له اللي هو أنا علي اللي هو I lent my friend Rami my favorite CD. He didn't give it back. What did he do؟ ماذا فعل؟ He didn't give it back. لم يرجع لي السي الخاص بي، السي تبعي. What did you do؟ ماذا أنت فعلت؟ إيش أنت فعلت يا علي؟ I told him that I like sharing my things with my friends and I like to give them back to me. قلت له أني أحب أن أشارك أو أتشارك مع أصدقائي بأشيائي وأني أحب منهم أن يرجعوا لي أشيائي. هو سألني أحمد أيضا هو سألني what happened in the end؟ what happened in the end؟ ماذا حدث؟ اللي هو we were اللي هو عندي اللي هي رامي gave me the book اللي هي back and we were friends again. هكذا اللي هو نمثل هي ما تعلمناه في الدرس وما دار بين الشخصيات بتمثيل اللي هو أني أعرض صديقي كتاب اللي هي السي أو الجوال أو أي شيء اللي هو خاص بي وأنه لم يرجعه وأني قلت له أني أحب أن أتشارك معك الأشياء وصديقي اعتذر لي ورجعنا في الآخر اللي هي أصدقاء. هكذا اللي هو نكون قد انتهينا من الدرس الخامس. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واشتركوا في قناتنا قناة English Online. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.